السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم احسن الاحوال بصحه جيده. اليوم غادي نشارك معكم غريبه ديال الزبده، غريبه اللي كتجي لذيذه ديال الزمن الجميل. عندي هنايا 125 غرام ديال الزبده، معلقه كبيره ديال السكر كلاصي، عندي هنايا فاني، شويه ديال الملحه، نص كاس ديال الزيت. غادي نخدم هذا الشيء حتى تحصل على اون بوماد. غادي نزيد هنا واحد معلقه ديال الماء زهر، قياس معلقه كبيره. عندي هنايا شويه ديال اللوز، ها هو اللي هرمشتو، شويه ديال الزبيب، شويه ديال الكوك وشويه ديال الجلجلان. وهنايا شويه ديال الجلجلان اللي طحنته. غادي نزيد واحد نص معلقه صغيره، غير نص، ديال الخميره الكيماويه. وغادي نبدا كنزيد الدقيق شويه بشويه. بعد ما كتجمع ليا العجينه ديالي غادي نشكلها كويرات كما كيبان لكم هكا. حطيتها في اللاطه ديالي اللي غادي ندخلها للفران. عندي هنا جوج ديال لي زامبورط بياس، ديروا اي هكا شكل بغيتو، زوقوا بها هكا باش تجي مشقوقه من الفوق بداك الشكل ديال الزواقه ديال لامبورط بياس. وغندخلها للفران. انا درت شاعله عليه الفرفره من التحت ومن الفوق 180. اللي عندكم فران عادي ديال الغاز تشعلوا عليه من التحت حتى طيب مزيان، وشعلوا لها من الفوق غير باش تذهب وصافي. يعني حاولوا عليها في الطياب ما تجيش محروقه ولا تخطف، ولا تجي غير مذهبه وزوينه وصافي. هنا بعد ما خرجتها من الفران هانتوما شوفوا كي كتجي، عرفتوا راهي هشيشه كتذوب في الفم، كتذوب وكتجي لذيذه ما تشبعوش منها. انا صراحه كنفضلها على حلوه اللوز، على اي حاجه كتعجبني بنينه المهم لذيذه بزاف. ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا. هنا كما كنوريكم كتفرت غير بوحديتها. غادي نبقى كنفندها في سكر كلاصي. ملي كنجبدها من الفران سخونه غادي نبقى كنفندها في سكر كلاصي هكا كما كيبان لكم حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي وصافي. وتقدموها ان شاء الله بالصحه والراحه. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتجربوا هذه الوصفه وتعتمدوها بلا عيد بلا عواشر، زوينه وما تشبعوش منها. نتلاقاو في وصفات جديده ونقول لكم السلام عليكم.